صباح السعادة والخيرات، عمالين تبعتوا لي تقولوا لي قولي لنا ايه اصعب القضايا او اغرب القضايا وبتحلوها ازاي. ايه يا جماعة، عايزين تشتغلوا محامين؟ يعني لما احنا نقول لكم اصعب القضايا واغرب القضايا وحلها كام، طب ناكل عيش منين؟ ما هو تسيبوا لنا حتة برضه. وعموما يعني هحاول اقول لكم، بصوا مبدئيا كده مفيش حاجة اسمها اصعب القضايا. مفيش قضية صعبة وقضية سهلة. في قضية بنعمل فيها مجهود وبنكسبها، وبالتالي ايا كانت القضية شكلها صعب، شكلها مرعب، مختصمين رئيس الجمهورية، مختصمين بواب العمارة، في النهاية القضية عايزة شغل وعايزة تركيز. أنا بستغرب أحيانا من إنه الناس تتعامل مع القضية على إن في حاجة اسمها قضية سهلة. لا، هي قضية صاحبها. هي بالنسبة لنا ممكن تبقى يعني بيزنس از يوجوال، بنعملها كل يوم زي قضايا مدني، قضايا أسرة، مش عارفة ايه بتاع كده. انما ما ينفعش نتعامل معاها على انها قضية سهلة، لانه صاحبها هي بالنسبة له قضيته الوحيدة. انما بالنسبة لنا احنا ممكن تبقى قضية من ضمن 100 قضية، ملوش دعوة، ملوش علاقة. ومفيش حاجة اسمها انه القضية دي مش عارفة صاحبها ايه ولا دي صغيرة. انا ما ادام خدنا القضية مهما كانت صغيرة لازم تاخد العناية. وسر بيني وبينكم انا شخصيا، الجنح تقلقني اكتر من الجنايات، يعني رغم ان الجنح المفروض انها قضية صغيرة. ليه؟ لانه قاضي الجنح عادة شاب وقاضي واحد، وبيبقى قدام منه رول كبير جدا، وقاضي الجنايات ثلاثة وقضاة خبرة كبيرة، والرول بيبقى 5 قضايا 7 قضايا 10. يوم ما نقول يا لهوي الرول في الجنايات صعب، ايه 12 قضية. فبناخد راحتنا ونصول ونجول وبتاع. انما في الجنح في النهاية هناخد ايه 10 دقايق مرافعة؟ يعني يوم ما نعمل، يعني مرة خدنا في مرافعة في جنحة ساعة الا ربع، بقوا حتى المحامين والباقي هيجننوا، يعني القاضي ساعة صدره، بس الحقيقة كانت تستاهل. ففي كل الأحوال هو مفيش حاجة اسمها صغيرة، لأنه لو جنحة وصاحبها خد حبس ولا غرامة، هو في النهاية حياته باظت. تستوي بقى انه تبقى جناية وخد حبس؟ يعني ما هو حياته باظت برضه. ايه تاني القضايا الصعبة؟ لما يبقى فيها اشاعات كتير ورغي كتير. يعني كان عندنا قضيه في الساحل الشمالي، جهاز تعمير الساحل الشمالي مع محافظه مرسى مطروح، عايزين يسحبوا الارض من الناس اشتغلوا بقى اشاعات، اصل دي تعليمات السيسي، اصل دي مش عارفه ايه. يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده. يعني في قرار طلع، في قانون بنرد عليه بالقانون، فالحمد لله كسبناها يعني. وجبنا للناس حقهم وشغالين فيها. انما مفيش حاجه اسمها كده. بعض الناس تقعد تهول وتخوف نفسها لما تبقى قدام الخصم بتاعها مؤسسه، سواء بقى الرئيس بنفسه ولا وزير ولا بنك ولا معرف ايه. مفيش حاجه اسمها كده. القانون بيتطبق على كل الناس. اللي ما جربش يجرب، واللي بيسمع الاشاعات ما يجيش جنبي. برضو لما يبقى الخصم حد في منصب، فيجي لي بقى الموكل ولا الموكلة يعني قلقان وبتاع، ويقول لك ما هي الدنيا بايظه، ما هيوصوا مش عارفه ايه، ما هيروحوا فين. طب خلاص، لما تقولي مهزومين نفسيا مطلوب مني ايه؟ يعني اذا شايفين ان الدنيا بايظه يا اخوانا، مشوار لحد مجلس الدوله. 3/4 القضايا مرفوعه ضد السيسي وضد الحكومه وضد مش عارفه مين ومين ومين. احنا هنا بنتحرك ضد الجهات الرسميه بصفتها. يعني انا لما اختصم السيسي، انا مش هختصمه علشان حبل الغسيل بتاعه نقط على حبل الغسيل بتاعي، انما بختصمه بصفته رئيس الجمهوريه، بختصم الكرسي مش الشخص. اي وزير كده برضو. يعني في 3/4 قضايا مجلس الدوله مرفوعه ضد وزير العدل، وزير الداخليه، وزير الكهرباء، وزير الماليه، وزير المش عارفه العمل، وزير ايه وزير ايه، لانه احنا بنختصم الكرسي. يجي حرام الموكل او الموكله يبقى قلقان جدا. يعني هو انت هينفع ترفعي قضيه ضد الرئيس ولا ضد الوزير الفلاني وتكسبيها؟ روحوا مجلس الدولة يا جماعة، ما هو مجلس الدولة شغلانته كده. لما نبقى في خناقة قدام جهة رسمية بنروح علشان نحتكم فيه. برضو فكرة ان حد طول الوقت يبقى شايف الدنيا بايظة، يعني او انه المكان ده مش عارفه ايه. حجزنا على بنك على فكره، يعني في موظف رخم على حد، غلط غلطه وقال له مش عارفه ايه وبتاع، بوظ له الاي سكور. الاي سكور ده اللي هو الصفه الائتمانيه بتاعته.
فرُحنا قدّام المحكمة الاقتصادية وجِبنا للراجل حقّه وجِبنا له تعويض وقُلنا للبنك هتنفّذ والّا نجيب أمر تنفيذ ونحجز على البنك، نفّذوا زي البشوات، يعني طَب ليه يا جماعة ولا تجيبوا صيغة تنفيذية ولا بتاع، هاتوا بقى ولا أي حاجة، هاتوا الصيغة التنفيذية وتعالوا هندّيكم الفلوس، وكان بنك خليجي بالمناسبة، يعني برضه بعض الناس تتخيّل إنها لو دخلت في خناقة مع مؤسسة غير مصرية مش هتاخد حاجة، ليه؟ حد مرّة موظف السفارة الأمريكية، يا حبايبي السفارة الأمريكية أرض أمريكية بحكم القانون الدولي، والسفارة المصرية في واشنطن هي أرض مصرية في قلب واشنطن، فالمعاملة بالمثل، لكن ده الحصانة للدبلوماسيين، إنما موظف جوه السفارة وعمل مشكلة ولا خبط حد بعربيته ولا بتاع خلاص كده محصن في إيه؟ يعني الناس تعرف بس إنه في معاملة، يعني أنا بحتاج أخاطب مكتب معين في وزارة الخارجية، فالمكتب ده هو اللي بيخاطب الجهات الدبلوماسية، يعني في سكة. انما لما حد يبقاش عارف السكه ويروح يعمل محضر عادي ولا يروح يعمل قضيه عادي من غير ما ياخد الاجراءات، ما هو لازم يخسرها، فهو مش خسرانها علشان الجهه الاجنبيه الفظيعه الشنيعه المريعه، هو خسرانها عشان مش عارف الاجراءات القانونيه المظبوطه. عموما يعني قضايا كتيره ولذيذه وفي مجالات كتيره، منها جنائي ومجلس دوله واداري واقتصادي وبتاع. لو انتم مهتمين هنعمل شويه حاجات كده وهحاول اجيب لكم ألطف القضايا. اشوفكم دايما بألف خير.